شوف هاي جهه مسلحه شلون رمت في المدى تشوفهم فنتك بريف. أهلا بكم. وزارة التربية تقرر إضافة درجتين للحالات الحرجة وإجراء دور ثالث للراسبين بجميع المواد وإعادة نظام الانتساب. شركة إزالة مخلفات حربية تعثر على طائرة مسيرة إسرائيلية في حقل مجنون بالبصرة، والتحقيقات تقول إنها تعود لحرب 12 يوما بين إيران وإسرائيل. فيديو يظهر إطلاق نار من أفراد حماية النائب أسعد البزوني تجاه متظاهرين في البصرة، والنائب يقدم اعتذاره ويقول: الهدف كان لتفريقكم لا لإيذائكم. الخبير الأمني أحمد الشريفي: تهديد نتنياهو أمام الأمم المتحدة بقصف الفصائل داخل العراق جدي ويتطلب إجراءات وقائية. المرور يغرم دورية تابعة له ب1,000,000 دينار بسبب عدم التزامها بقواعد السير والتعليمات. اجتماع وزاري عاجل لبحث أزمة المياه في العراق، أسوأ أزمة منذ 90 عاماً.